قوي. طبعا واحد من اهم الطرق اللي انا اقدر من خلالها ان انا احفز هرمون الادرينالين بتكون حاجه بسيطه جدا، وانت صدقني هتستغرب منها. ان انت مثلا زي ما انا قاعد كده اقوم اقف واتحرك كل شويه وارجع اقعد تاني واقوم واتمشى. انا تقريبا كده ما بعملش مجهود خالص، ولكن الحركات اللي هي الخفيفه دي حرفيا بتحفز الادرينالين بصوره كويسه قوي. غير برضو حاجه مش متوقعه ان انت تكون سقعان، لان السقعه دي بينتج عنها ارتعاش للجسم، والارتعاش ده بيجي نتيجه العضلات ان هي بتتحرك، بتعمل انقباضات ومسطات متتاليه علشان تحاول ان هي تحافظ على درجه حراره جسمك. فالارتعاش هنا بيكون وسيله كويسه قوي في تحفيز الادرينالين ده. وده طبعا ازاي انا هخلي جسمي يرتعش؟ عن طريق ان انا انزل ايس باس، او مثلا ان انا اخد دش ساقعه. واحنا برضو عملنا فيديو عن الايس باس، هسيبه لك برضو في اللينك بتاع الديسكربشن تحت، بحيث برضو ان انت لو عايز تعرف تنزل قد ايه درجه الحراره، ايه علاقته مثلا بالتمرين بتاعت التضخم العضلي. الحاجات دي كلها بنتكلم عليها في الفيديو بتاع الايس باس، هسيبه لك تحت في الديسكربشن. لان خلي بالك في مجموعه برضو في